ندى حسي تغادر أسوار السجن والدقيقية في استقبالها. إليكم التفاصيل. فقد غادرت اليوتيوبرز المغربية ندى أيت صالح الشهيرة بندى حسي أسوار السجن صباح اليوم الأربعاء، وتم استقبال حسي من طرف عائلتها ومعارفها بالدقة المراكشية، حيث قامت بتوثيق ذلك في فيديو نشرته على قناتها الرسمية باليوتيوب. وظهرت ندى حسي في الفيديو ومعالم الفرحة والسعادة بادية على وجهها، وبجانبها زوجها ووالدتها وابنتها الصغيرة التي أنجبتها داخل السجن. جدير بالذكر أن ندى حسي كانت متابعة بتهمة تقديم بيانات كاذبة من أجل تضليل العدالة، وتم الحكم عليها من طرف المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات ب10 أشهر حبسا نافذا. وقضت هيئة الحكم بإدانة اليوتيوبرز نزار السبيتي طليق ندى حسي بالسجن 7 أشهر نافذا، وشاهدتين متورطتين في القضية نفسها ب4 أشهر حبسا نافذا، ومتهم آخر بسنة سجنا. وكانت مصالح الشرطة القضائية بمفوضية أمن الخميسات قد أحالت المتهمين يونس في حالة اعتقال يوم 23 يونيو المنصرم على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كما أحالت عليه في نفس اليوم في حالة سراح كل من ندى حسي وطليقها، بالإضافة لسيدتين، من أجل متابعة جميع المتهمين بالاختطاف تحت طائلة التهديد والاغتصاب. وكان الوكيل العام قد وجد تضارب في التصريحات والمعطيات التي صرح بها الماثلون أمامه، ليقرر إرجاع الملف إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث وإحالة الملف من جديد على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ليتبين أن المتهمين قدموا معلومات مغلوطة بخصوص وقوع جريمة الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.